لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في فيديو النهاردة عن حميد عاشوري، ومن هي زوجته، وما هي جنسيته، وديانته، وعدد أبنائه. كل هذا وأكثر ستشاهدونه في هذا الفيديو، ولكن من فضلكم اضغطوا لايك للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات. ويلا بينا على الفيديو. من هو حميد عاشوري؟ صنع الممثل والمخرج المسرحي الجزائري الشهير حميد عاشوري لنفسه اسما بفضل موهبته الغير عادية وقدرته التي لا جدال فيها. من مواليد الجزائر، نشأ في مدينة وهران في جنوب غرب البلاد، حيث تعرف على عناصر الفن والثقافة التي سيكون لها تأثيرا كبيرا على حياته ومسيرته. شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة في عالم الفن، ولعب دورا في المسرح الجزائري، وانتشر خبر وفاته على نطاق واسع عبر مواقع التواصل في 18 فبراير 2023، ولم يكن سببا في وفاته أعلن. من هو حميد عاشوري؟ حميد عاشوري فنان كوميدي جزائري، ولد في وهران عاصمة الجمهورية الجزائرية في السبعينيات. ريم جزاري. كم عمر الممثل حميد عاشوري؟ ولد الفنان الكوميدي وصانع الابتسامة حميد عاشوري في وهران عاصمة الجزائر في السبعينيات، وهو الآن في الخمسينيات من عمره. كما عمل في الخارج في عام 1997. عمل كمخرج مسرحي، ومثل الجزائر في مهرجان البحر الأبيض المتوسط. حقيقة وفاة الفنان حميد عاشوري. أصدرت نقابة الممثلين في الجزائر نبأ وفاة الممثل والمخرج المسرحي الشهير حميد عاشوري بعد مسيرته الفنية الكبيرة في فرنسا والوطن العربي. أثار خبر وفاته موجة حزن في عالم الفن الجزائري، غير مصرح بأنه مات حتى الآن. من هو حميد عاشوري؟ حميد عاشوري من مواليد الجزائر، وله جنسية جزائرية. في عام 1991 بدأ حياته المهنية في التمثيل، حيث شارك في سلسلة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام. بعد فترة وجيزة بدأ في إخراج المسرحيات لتطوير مهاراته الدرامية. أخرج 6 مسرحيات، فازت 3 منها بالبطولات. حصل على الميدالية الأولى في المهرجان الوطني الجزائري للمسرح. بالنسبة للمسرحيات الجزائرية الجديدة، فقد جذب الانتباه وحظى بالاهتمام لما قدمه من أداء وإخراج في هذه المسرحيات، ومن بينها مسلسل بقرون الفني في عام 2018. عينه وزير الثقافة الفرنسي محلفا لمراجعة المسرحيات الجزائرية الجديدة في ذلك الوقت جاك لانج. عمر حميد عاشوري. بحياته المهنية وسمعته المتميزة كممثل ومخرج مسرحي، تلقى حميد عاشوري دعوات من منتجين ترفيه جزائريين وعالميين، وفتح الأبواب لمسيرته الدولية وحصوله على العديد من الجوائز
وتم اختياره لتمثيل الجزائر في الدورة العاشرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط عام 1997 ساعده في اكتساب شهرة دولية. فاز جائزة على جوائز، بما في ذلك منحه الإقامة لليونسكو في أكاديمية برلين الدولية للمسرح، وجائزة الليالي العربية في مهرجان الإبداع الدولي 14 في تونس. سبب وفاة حميد عاشوري. منذ ذلك الحين تعاون حميد عاشوري مع العديد من الممثلين والمخرجين الدوليين المشهورين، بما في ذلك المخرج الفرنسي جان لوك لاغارس والممثل والمنتج فيليب توريتون. يمكن العثور على مسرحياته في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر وفرنسا وألمانيا والعديد من البلدان الأخرى. في أوروبا انتشر خبر وفاته، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء نبأ وفاته في فبراير 2023، ولكن كل هذه شائعات، والفنان حميد عاشوري طلع بنفسه وكذب الأخبار دي كلها، وقال إن دي شائعات لا أساس لها من الصحة. حميد عاشوري من مواليد الجزائر، وله جنسية جزائرية. في عام 1991 بدأ حياته المهنية في التمثيل، ولعب دور البطولة في سلسلة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام. وطبعا يا جماعة، في ناس كتيرة جدا قالت إن مرات حميد عاشوري ظهرت على الشاشة الجزائرية، ولكن حميد عاشوري طلع بنفسه وكذب أيضا الأخبار، وقال إن دي أخبار لا أساس لها من الصحة، ولو مراتي طلعت أنا بنفسي هطلع وأقول لكم. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.